السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس الابتدائي حبايبي، رجعت لكم في الدرس الثالث من يونت 1 اللي كان بعنوان We plant our food، يعني احنا بنزرع طعامنا. النهارده هنتكلم برضو عن اخر جزئية جرامر موجودة معايا في الوحدة الاولى، وهي طبعا الكلام عن حاجة اسمها some واني. طبعا كلمة some معناها بالعربي بعض، معناها بالعربي يا حبايبي بعض، وكلمة اني معناها بالعربي اي. معناها بالعربي ايه؟ اي. كلمة صم ديت معروف انها بتيجي في حاجة اسمها الاثبات. الاثبات والعرض والطلب. الاثبات والعرض والايه؟ والطلب. ايه يا مستر موضوع العرض والطلب؟ زي ما خدنا في الفيديو اللي فات لما كنا بنقوله what would you like؟ what would you like؟ رد قال I would like some tea، I would like some juice، I would like some. خلاص؟ العرض والطلب ده احنا خدناه المره اللي فاتت. والاثبات طبعا ان الفعل بتاعي يبقى مثبت. اثبات ازاي يا مستر؟ زي كلمه از وكلمه ار. خلاص؟ بالنسبه لاز وايه وار دولت كده مثبتين. خلاص؟ طيب كلمه اني اللي معناها اي دي بتيجي في النفي والسؤال. في النفي والايه والسؤال. خلاص؟ طيب النفي زي ايه يا مستر؟ زي كلمه isn't وكلمه aren't وكلمه ايه aren't. طيب نيجي بقى للقاعده بتاعتنا. اولا there is some و there are some، القاعدتين دول الاثنين معناهم بالعربي هناك بعض كذا. طيب there isn't any و there aren't any الاثنين دول معناهم ليس هناك اي كذا. ده بالنسبه للايه؟ للمعنى. طب يا مستر ليهم معنى تاني؟ ليهم معنى تاني، يوجد بعض. طبعا ايه دي معناها برضو؟ يوجد بعض. ودي لا يوجد اي، لا يوجد اي. عشان بس ايه لما تيجي كلمه يقول لك هناك كذا او يوجد كذا الاثنين زي بعض بالظبط. الاثنين زي بعض ايه بالظبط. طيب افرق بينهم ازاي؟ انا عندي از دي يا جماعه بيجي بعد منها هنا اسم مفرد. اسم ايه؟ مفرد لا يعد. اسم مفرد لا ايه؟ لا يعد، يعني حاجه ما نقدرش نعدها. هنفهم احنا يعني ايه دلوقتي countable. حاجه اسمها countable بقى nouns، وحاجه ثانيه اسمها uncountable nouns. الموضوع هتحس ان هو كبير بس هو ابسط من الايه؟ ابسط من البساطه. تمام؟ ايه بقى موضوع countable nouns؟ دي معناها اسم يعد. اسم ايه؟ يعد. ودي اسم لا يعد. ايه بقى موضوع الاسم الذي يعد؟ الاسم الذي يعد يا جماعه هو الاسم المفرد. مفرد. خلاص؟ مفرد. اسم ايه؟ لازم يكون مفرد. تمام؟ يمكن جمعه. يمكن جمع، يعني نقدر نحوله من صيغه المفرد الى صيغه الجمع. زي مثلا لما نقوله pen قلم. اقدر انا اجمع كلمه قلم ازاي يا مستر؟ بكلمه pens. وطبعا الاسم المفرد اللي يمكن جمعه ده ممكن يجي قبل منه او ان. يعني الكاونتبل ناونز دول كده حبايبي ممكن يجي قبل منهم او ان. او ايه؟ او ان. زي a pen تبقى pens، a car تبقى cars، تبقى ايه؟ cars. طيب الاسم الذي لا يعد يا مستر ايه هو؟ اسم مفرد. دايما برضو ايه؟ مفرد، بس لا يمكن جمعه. لا يمكن ايه يا حبايبي؟ لا يمكن جمعه. خلاص؟ وما بيجيش قبل منه ولا يأتي قبله او ان. ما بيجيش قبل منه او ان. يبقى انا الاسماء التي لا تعد دي ما ينفعش احط قبل منها او ان. ده مش مظبوط. ده مش ايه؟ مش مظبوط. زي ايه يا مستر؟ زي بص بقى معايا، زي السوائل كلها لا تعد. كل الليكويدز عفوا كل الليكويدز لا تعد. زي ايه السوائل يا مستر؟ زي ووتر واويل. خلاص؟ كل السوائل لا تعد. الطعام المكون من الحبوب لا تعد. زي ايه يا مستر؟ زي الرايس والميز، الارز والذره والشجر. خلاص؟ دي كده لا تعد.
ايه تاني يا مستر؟ المواد الخام. المواد الخام، الحاجات الخام زي الحديد، اين الحديد، وزي وود اللي هو الخشب. خلاص. المواد الدراسيه لا تعد. المواد الدراسيه لا تعد، زي مثلا ايه؟ زي ماث. هتقول لي يا مستر فيها اس، ده في اصل الكلمه. ومثلا ساينس. دي كلها مواد ايه؟ مواد لا تعد. المأكولات. هتقول لي المشروبات، ما هي المشروبات سوائل. المشروبات ايه؟ سوائل. المأكولات زي مثلا ايه؟ زي مثلا بيتزا. خلاص؟ باستا. خلاص؟ وهكذا. بس طبعا مش كل المأكولات لا تعد، في حاجات في المأكولات ايه؟ نقدر نعدها. يبقى الحاجات دي التي لا تعد، التي لا ايه؟ لا تعد. طب نرجع للقاعده بتاعتنا تاني. احنا قلنا يا جماعه زير از ديت بيجي بعد منها صم وبيجي بعد منها اسم مفرد لا يعد. طيب زير ار بيجي بعد منها صم وبيجي بعد منها اسم جمع. اسم ايه يا حبايبي؟ اسم جمع. اسم ايه؟ جمع. انا همسح الحته دي بحيث ان انا ادي عليهم ايه؟ هدي عليهم امثله. خليكم معايا ما تروحوش في مكان. الموضوع بسيط جدا. بعد ما مسحنا السبوره مع بعض، يلا بينا بقى ناخد امثله على حته ايه؟ زير از صم وزير ار صم. عايز اقول هناك بعض الارز بالانجليزي، اقولها ازاي؟ او يوجد بعض الارز، البيت فيه رز او شويه ايه؟ شويه رز. اقولها ازاي؟ ايوه. طيب الارز ده من الحبوب، تبقى زير از بعض معناها ايه؟ قلنا اللي هي كلمه صم، يبقى زير از صم. ارز يعني رايس، زير از صم رايس، زير از صم ايه يا حبايبي؟ رايس. طيب عايز اقول هناك او يوجد بعض الاشجار. عايز اقول في شجر، هناك بعض الاشجار. اقولها ازاي؟ يبقى هقول زير ار. زير ار. شجر يعني ايه بالانجليزي؟ تريز. كلمه ايه يا جماعه؟ تريز. هناك بعض، كلمه بعض سوري نسيتها اللي هي كلمه صم، يبقى زير ار سم تريز. زير ار سم ايه؟ سم تريز. الموضوع بسيط جدا على فكره في حته انك تحول من جمله عربي لجمله انجليزي. يعني موضوع الترجمه ده سهل جدا، مفيش منه ايه؟ ادنى مشكله. طيب احنا خدنا برضو زير ازنت اني وزير ارنت اني، نفس الكلام. هنا مفرد لا يعد، ما اقدرش اعده او ما اقدرش اجمعه. خلاص، زي السوائل والمواد الخام والحاجات اللي احنا كنا كاتبينها من شويه. وهنا جمع عادي خالص، ما هو الجمع طبعا بيعد، والجمع ده ايه؟ بيعد. طيب عايز اقول ليس هناك خلاص اي مياه، مفيش اي مياه. اقولها ازاي بالانجليزي يا حبايبي؟ ها، ليس هناك اي ماء. الميه دي تعد ولا لا تعد؟ لما اجيب ميه واحطها فوق ميه واحطها فوق ميه هتديني في الاخر ميه، يبقى اسم لا يعد. يبقى هنا هقول ايه؟ زير ازنت اني، لان كلمه ووتر لا تعد اصلا، يبقى زير ازنت اني مياه اللي هي كلمه ووتر، مياه اللي هي كلمه ايه؟ ووتر. طيب عايز اقول ليس هناك اي مقاعد. ليس هناك اي مقاعد. المقاعد يا حبايبي جمع. المقاعد ايه؟ جمع. طب ليس هناك في الجمع بنقوله ايه؟ ليس هناك اي، اسمها زير ارنت اني. يبقى هنا هنقوله ايه يا حبايبي؟ زير ارنت اني مقاعد. يعني ايه؟ سيتس، او ممكن نقوله تشيرز كراسي، او ممكن نقول ستولز. كل دول معناهم ايه؟ مقاعد. كل دول معناهم ايه؟ مقاعد. ده بالنسبه لان انا لما اجي اكون على الجمل دي حاجات بالعربي، احول من عربي لانجليزي. طيب عايزين ناخد شويه امثله مع بعض دلوقتي ونحل على الايه؟ نحل على القاعده دي ونشوف هتيجي ازاي معايا في الامتحان. خليكم معايا ما تروحوش في حته. نحل دلوقتي مجموعه الاسئله دي على القاعده دي. ركز معايا. هنا بيقول لي زير نقط صم شجر. حلو، انا عندي كلمه صم دي اهيت. صم قلنا بتيجي في الاثبات والعرض والطلب. تيجي في الاثبات والعرض والايه؟ والطلب. يبقى النفي غلط. النفي ايه يا حبايبي؟ النفي غلط. طالما هي بتيجي في الاثبات يبقى النفي غلط. طب فاضل لي يا مستر ار واز. كلمه شجر معناها سكر. السكر ده مكون من حبوب. مكون من ايه؟ من حبوب. طعام مكون من حبوب. يبقى في الحاله ديت هياخد ايه؟ هياخد كلمه از عشان هو مفرد. عشان هو ايه يا حبايبي؟ مفرد. طيب
السؤال الثاني هنا بيقول لي زير نقط اني بولز. ها في هنا كلمه ايه يا حبايبي؟ في هنا كلمه اني. طيب اني يا مستر انت قلت بتيجي في النفي، يبقى الاثبات غلط. يبقى الاثبات ايه؟ غلط. فاضل لي 2 نفي، ارنت وازنت. ها هاخد المفرد ولا الجمع؟ كلمه بولز فيها حرف الاس، يبقى على طول عيني هتروح للجمع. عيني هتروح للايه؟ للجمع. طيب الثالثه بتقول زير ار نقط بنز. ها انا عندي ار دي مثبته. ها انا قلت از وار بيجي معاهم كلمه ايه يا حبايبي؟ الاثنين بيجي معاهم كلمه صم، يبقى الاجابه هنا هتبقى كلمه ايه؟ صم. طب يا مستر ما انا عندي ا وان، ممكن اخد واحد، ممكن اخد ان طبعا هنا غلط لان بيجي بعد منها حروف متحركه، يبقى ممكن اخد لا انا قلت وان بيجي بعد منهم اسم مفرد. اسم ايه يا حبايبي؟ مفرد. يبقى طبعا هما الاثنين ايه؟ الاثنين غلط، والاجابه الصحيحه زي ما احنا ما كتبنا كلمه ايه؟ صم. طبعا مفيش مكان اكتب اختيارات فهنختار من فوق. زير ازنت نوت بريد. ازنت دي نفي. ازنت دي ايه؟ نفي. خلاص بيجي بعد منها النفي. احنا قلنا ايه اللي بيجي في النفي يا حبايبي؟ النفي والسؤال كلمه ايه؟ كلمه اني. يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ هتبقى كلمه اني. هتبقى كلمه اني. ده بالنسبه لشرح الجزئيه دي. انا يعني مش عايز اطول في الفيديو عشان خاطر انتم ما تملوش منه. القاعده يا ريت انت تمسك ورقه وقلم وتكتب الحاجات اللي انا قلتها، ويا ريتك برضو تمسك الاسئله اللي انا كتبتها على السبوره والجمل اللي انا حولتها من عربي الى انجليزي تكتبها في ورقه خارجيه او في كراسه خارجيه وتحلها مع نفسك وتحول الجمل من عربي الى انجليزي مع نفسك، وبعد كده تقيس اجاباتك على الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو. في الحاله ديت لو انت اجاباتك صح يبقى انت كده فهمت الفيديو ممتاز وبشكل كويس جدا. لو في اي حاجه غلط عيد الفيديو مره واثنين وثلاثه لحد ما تفهم. كان معكم مستر حمدي الحارس. اللايك والشير دول مهمين جدا، ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.